السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. يوم جديد مع يونت جديد، وهو اليونت الثالث Verbs of Deduction، وأسئلته اتكررت كتير في نماذج 2026 ومتكررة في نماذج 2025. تعالى أوريك النهاردة هشرحه لك بالتريكات اللي جت في نماذج 2026، وهو اليونت الثالث هو Verbs of Deduction، أفعال الاستنتاج. تعالى نشوف مع بعض أفعال الاستنتاج، هشرحها لك بطريقة بسيطة وسهلة. ايه هي الطريقة البسيطة والسهلة؟ هي الطريقة اللي تقدر تحل بيها في الامتحان، مش الحشو اللي احنا متعودين عليه. verbs of deduction، وهي must وكانت ومي ومايت وكود. وتلاحظ اللي انا عامل لك بعد must كوما، بعد كانت كوما، انما مي ايكوال مايت ايكوال كود، الثلاثة بيساووا بعض. فالثلاثة دول مي ومايت وكود، الثلاثة دول اخوات في المعنى وفي الاستخدام. اما ماست ليها استخدام تاني وكانت ليها استخدام تاني. وهي ماست ليها من المؤكد بان الشيء يحدث بنسبه 100% في المضارع، كانت بان من المؤكد ان الشيء لن يحدث بنسبه 100%. انما مي وكود ومعاهم مايت، مي ومايت وكود بيعبروا عن البوسيبل، عن الاحتماليه في المضارع والاحتماليه في الماضي. يبقى تعالى نشوف سيادتك. ماست قلت لك من المؤكد كانت من المؤكد لا، ونسبة التأكيد 100%. مي ومايت وكود للاحتمالية اتس بوسيبل، ربما. ليها شكل في المضارع في المبني للمعلوم، ليها شكل في المضارع في المبني للمجهول، ليها شكل في الماضي في المعلوم، شكل في الماضي في المبني للمجهول. تعال نشوف في المضارع. لو في المضارع في المبني للمعلوم هيجي بعدها الفعل في المصدر. لو في المضارع في المبني للمجهول هيجي بعدها بي زائد البي بي. فنركز في التركه دي، مكررها كتير في نماذج 26. في الماضي لو في المبني للمعلوم هيجي بعدها هاف والبي بي. لو في المبني للمجهول هيجي بعدها هاف بين زائد البي بي. يبقى نركز فيها، لان افعال الاستنتاج ليها شكل في المضارع ولها شكل في الماضي. في المضارع معلوم بيجي بعدها المصدر اوتوماتيك، اما في المبني المجهول بيجي بعدها بي زائد البي بي. دي في حاله انه يكون زمن الجمله مضارع. في المبني للمجهول هيجي بعديها هاف والبي بي، اما في المبني للمجهول هيجي بعدها هاف بين زائد البي بي في حاله ان الجمله تكون ماضي. يلا نشوف الاكزامبلز اللي وردت وجت في نماذج 2026، وهي all the climbers buried under thick layers of ice. كل المتسلقين والمتسابقين دفنوا تحت جبال من الثلج. هل المتسلقين والمتسابقين هيدفنوا نفسهم؟ لا طبعا، هم يتأثروا بفعل الدفن. هي بادئه بنائب الفعل. سؤال جه في نماذج 2026. فسيادتك انا قلت لك ان الجمله في الباسيف فويس مع فيربس اوف ديدكشن، مع افعال الاستنتاج. لو في المضارع بي زائد البي بي، لو في الماضي بين زائد البي بي. فالجمله هنا كل المتاح ليا وهي must have been. يبقى كده احنا هنختار must have been. طيب سيادتك لما نيجي نقول the lights are off and the door is locked، ان الانوار كانت كلها اتطفت and door والباب كان مغلق. يبقى the office المكتب اكيد تم اغلاقه for the day هذا اليوم. هل المكتب هيقفل نفسه ولا المكتب في حد هيقوم بفعل القفل؟ يعني في حد هيقوم بفعل القفل. وانا قلت لك انا عندي فيربس اوف ديدكشن، افعال الاستنتاج، ادام في الباسيف فويس في المبني للمجهول ليه حاجتين، لو مضارع بي والبي بي، لو ماضي بين والبي بي. هي دي ملخص افعال الاستنتاج. والنماذج ده السؤالين جايين في نماذج 2026. فطبيعي لا الانوار هتقفل نفسها، ولا الباب هيقفل نفسه، ولا المكتب هيقفل نفسه، لان انت هتيجي عند كلوز فعل الغلق في حد هيقفل الباب. يبقى اوتوماتيك ماست بي كلوزد، اكيد الباب او المكتب اغلق هذا اليوم. يبقى في نهايه الدرس انا عندي يونت 3 فيربس اوف ديدكشن، ليها حالتين مهمين في المبني للمجهول، وهو في المضارع هيجي بعدها بي زائد البي بي، في الماضي هيجي بعدها بين زائد البي بي، مع اختلاف استخداماتهم اللي شرحتها لك في اول الفيديو. ركز في دي اول مهمه. اليونت الثالث جه في نماذج 2026، والسؤالين دول من نماذج 2026. وانتظرونا في شرح يونت جديد مع التريكات اللي جات في نماذج 2026.